إذا بدعم أمريكي تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة السويداء. بداية، هل لا تزال الاشتباكات مستمرة بعد هذا الاتفاق؟ وأيضا هل دخل الاتفاق حيز التنفيذ أم لا؟ تفضل. نعم، صباح الخير. سأبدأ من الشريط المصور قبل أن أدخل بالاتفاق، يعني كي لا يقول لنا السيد أحمد الشارع رئيس المرحلة الانتقالية بأن مجموعات خارجة عن القانون هي التي بدأت العملية وهي التي أحرقت البدو وهي التي هجرت البدو. سنقول للسيد أحمد الشارع بأن مجموعاته التي كانت في السويداء قبل أيام، قبل أن تخرج بناء على اتفاق بين نتنياهو وبين تل أبيب ووزارة الدفاع السورية، هي التي قامت بارتكاب جرائم حرب بالصوت والصورة في عدة مشاهد وعدة مناطق. اليوم الأمر لا يحتاج إلى القول بأن هؤلاء ليسوا من وزارة الدفاع وهؤلاء فصائل غير منضبطة. هؤلاء كانوا بلبس وزارة الدفاع، وجوههم واضحة، قاموا بذات ما قام به من؟ أمجد يوسف. يعني القضية بالتضامن. أنت وضعتيهم في حفرة وقتلتيهم، أنت هنا أوقفتهم، وقفوا على طرف الشرفة، عفوا تم إيقافهم على طرف الشرفة وتم إطلاق الرصاص عليهم. ذات حادثة أمجد يوسف، بغض النظر عن العدد. يعني نحن شاهدنا 3 أطباء، طبيبين ومهندس، جرى إعدامهم بدم بارد بهذه الطريقة. هل السيد أحمد الشرع شاهد هذه الأشرطة المصورة أم شاهد ما قاله المكتب الإعلامي أو الاستشاري الإعلامي الذي يعمل بماكينة إعلامية بأن هناك 200 طفل وامرأة من أبناء البدو جرى إعدامهم لكي نقوم بنشر بروباغندا إعلامية ونحشد العشائر العربية لتقاتل الخارجين عن القانون؟ طيب أنت اليوم ما جبتي عشائر عربية هن مسلحة، من أين جاءوا بالسلاح؟ لتقاتل الخارجين عن القانون الذين يحملون السلاح. لذلك أقول اليوم نحن الاتفاق دخل حيز التنفيذ. السويداء هي تحت سيطرة المسلحين المناوئين للحكومة بين مزدوجين من أبناء السويداء. كان هناك اشتباكات في شمال يعني بعد بضعة كيلومترات من شمال المدينة على طريق دمشق. كان هناك قصف في داخل مدينة السويداء. صباحا كان هناك عملية قتل لمواطن وقتل لمقاتل، أي أن الأمور الآن هادئة. ولكن هذه الاشتباكات حصلت بعد الاتفاق سيد رامي. نعم، بعد الاتفاق وحتى الآن يعني الآن السويداء المدينة جرى السيطرة عليها بشكل كامل وخروج كافة المقاتلين كانوا من كل حد وصوب. يعني تصوري واحد جاء من الكويت كي يشارك بالعملية ضد القوات في السويداء، وقال الرجل يعني وأحرق المنزل، قال هذا مصير كل أتباع الهجري. طيب. وهو يشاهد المنزل يحترق. وقبلها في يوم يعني أمس كان شريط مصور لهذا الرجل يدوس على جثامين المقاتلين المدنيين، سميهم ما شئتي، من أبناء طائفة الموحدون الدروز. عشائر. نعم. العشائر التي أتت من جميع المحافظات إلى السويداء وكانت تقاتل المسلحين الدروز، هل ما زالوا ضمن السويداء أم خرجوا من المحافظة؟ بعضهم خرج ولكن إذا ما استمرينا بهذه الطريقة بالاعتماد على الحملات الإعلامية، البروباغندا الإعلامية على النفير العام، في خطاب الرئيس اليوم بالنسبة لي لا يختلف عن الخطاب الذي كان في يوم مجازر الساحل السوري، عندما شكر المحافظات التي تداعت لنصرة محافظة، واليوم شكر العشائر العربية التي تداعت لنصرة بدو السويداء الذين تعرضوا لهجمات من خارجين عن القانون. يا سيدتي، إذا ما كان هناك خارجين عن القانون تعرضوا لهجمات، هاجموا البدو، فلتساندهم الدولة ولا تأبه لإسرائيل وما تقوم به إسرائيل. ولكن أن نقوم بحشد فئة على فئة من داخل الشعب السوري هنا كارثة. هون يعني كنت أأمل أن يكون الخطاب أرقى وأفضل من هذا الخطاب، ونتحدث عن ما اتفق عليه بين تل أبيب ودمشق بوساطة أمريكية، أردنية، تركية،
ولا نعلم من كان أيضا في هذه الوساطة من أجل الوصول إلى حلول في السويداء. قضية خارجين عن القانون غير خارجين عن القانون، هذا بعد ذلك هم قالوا سيحاكمون الهجري، فليحاكموا الهجري. طيب، حسب البنود أيضا سيد رامي، يعني لا يوجد بند يتضمن أنه سيتم أو ستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الطائفة الدرزية. لا، لماذا؟ لأنهم جاءوا في بروباغندا إعلامية كبيرة، ماكينة إعلامية شارك فيها المئات، قولا واحدا لم نقل الآلاف، ولكن قادها بشكل مؤكد عدد من الإعلاميين الذين لديهم خبرة إعلامية في الحملات الإعلامية. والشعب مبسوط أنه والله الله أكبر، وقتلوا والدروز عملاء إسرائيل، قتلوا البدو، أين السنة، أين دعاة السنة؟ ونجحت العملية مع الأسف. نعم نجحت إعلاميا، لأن الأخبارية السورية أيضا كانت شريكة بهذه العملية من خلال التحشيد على جزء من الشعب السوري. ما الذي سيكون الآن؟ سيكونون حرب أهلية، وهؤلاء قتلوا وهؤلاء قتلوا، وانتهى الموضوع. لكن قبل أن تدخل هذه القبائل كانت هناك فيديوهات، يعني حلق للشوارب. لا، هو كل فيديوهات أخرى الإعدامات. لا فيديوهات الإعدامات. هل سيحاسب هؤلاء؟ هو السؤال، هو قال أنه هو يدين. هل ستحاسب قتلة المدنيين والذين نفذوا إعدامات؟ الذين أعدموا الطبيبين والمهندس من شرفة البرند، يعني بالشرفة عفوا، عندما أوقفوهم على طرف الحائط وقال له نط وأطلق عليه الرصاص، هؤلاء عناصر من وزارة الدفاع موثقين بالصوت والصورة. نعم الذين نفذوا المجزرة في آل رضوان هم عناصر في وزارة الدفاع. الذين نفذوا الإعدامات بحق الشبان هم عناصر في وزارة الدفاع، مشاهدين بالصوت والصورة. لذلك لا أحد يقول لي قبائل وعشائر ودخلوا إلى آخر من هذا الكلام. اليوم يجب أن يحاكم أيضا من قتل بدوي مدني، أعدم مدني بدوي، ومن قاتل. أتحدث عن الإعدامات وأتحدث عن المدنيين. هناك 165 شخص أعدموا من أبناء طائفة الموحدون الدروز. هناك 3 مدنيين من أبناء البدو، طفل وامرأة ورجل، جرى إعدامهم أو جرى قتلهم إعدامهم من قبل مسلحين دروز. فليحاكم جميع قتلة الشعب السوري، ولكن فليحاكم. لا نقول لجنة تقصي حقائق وخلص. هل تعلمين أن ملف النتائج لجنة تقصي الحقائق موجود منذ 10 من الشهر الجاري في مكتب السيد أحمد الشرع؟ ولا يزال في المكتب. طيب. لا نعلم متى سيخرج. طيب، برأيك بعد ما كل ما جرى سيد رامي، هل الحكومة السورية الانتقالية لا تزال تملك ما يكفي من أدوات الضغط، من أدوات الضبط والحكم للسيطرة على الوضع؟ لكن هل الحكومة السورية الانتقالية قالت لنا من الذي هاجم وقام باستخدام مصطلحات قذرة مثله عفيلي بحق الناشطة التي كانت متظاهرة أو معتصمة أمس في دمشق، وهي معتقلة سابقة، وهي عينت في مكتب استشاري تابع للرئاسة؟ يكفي نحن نعتذر منك. من هذا المجرم؟ من هؤلاء المجرمين الذين حملوا عصا وركضوا لتفريق اعتصام يطالب بحقن الدم السوري؟ نعم. لها أدوات. نعم. هل تعتبرين أن تقومين بالحشد الطائفي والعنصري هو أدوات؟ طيب، اليوم أنا كنت والله بتفكر، يعني أعتقد أنه بالخطاب سيكون هناك دعوة للوحدة الوطنية فقط، وأن ما قامت به العشائر كان خطأ. العشائر التي فتحت لها الطرقات من أجل الذهاب للسويداء بأعداد كبيرة. ولكن أنا الآن أخشى حقيقة الأمر أن تعمل حكومة السيد أحمد الشرع والسيد مرهف أبو قصرة، ولا نعلم أين هو الآن، المحرض الرئيسي على العلويين وعلى الدروز، والذي أيضا يحرض على الأكراد، أن يقوم بتحريك عشائر عربية لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية، والقول أمام المجتمع الدولي والإعلام العربي الذي ظهر بعضه الآن بأنه قناة دنيا من الطراز الأول في دعم الحكومة السورية، أن يقول هناك انتهاكات ضد العشائر العربية
من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وأن الجيش وأن الأهالي طالبوا الجيش بالدخول والجيش لبى الدخول، كأنك أنت تقرأين بيانات نظام بشار الأسد. أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه التفاصيل وهذه الإيضاحات السيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من كوفنتري.